لو ما شفتش الجزء اللي فات مين حكى كنيتشي فرجعوا شوفها الاول لان انت عارف فايتك كتير جدا. عارف والله اللي انا سحبت على القصه بس انا اسف يعني. في الحلقه اللي فاتت عرفنا على كنيتشي اللي بيتعرض للتنمر علشان كده قرر ان هو يتعلم فنون القتال وبيتعلم فنون القتال على ايد اقوى المعلمين في العالم. وبعد ما قوته زادت راح هزم اللي كانوا بيتنمروا عليه والاشخاص اللي كنيتشي هزمهم دول اصلا كانوا في عصابه راغناروك اللي معروفين بالمشاكل. علشان كده عصابه راغناروك قرروا ان هم يجيبوا كنيتشي حي او ميت ولكن كل ما بيبعتوا حد كنيتشي بيقدر ان هو يهزمه علشان هو بيتدرب وكده قوته بتزيد. الاشخاص اللي كنيتشي هزمهم بقوا اصحاب كنيتشي اصلا وسابوا حسابة راغناروك وكنيتشي عمل تحالف سمى نبتون علشان كده هم انضموا معاه. وفي النهايه بقى اقوى الاشخاص اللي في راغناروك اللي معروفين بالقبضات قرروا ان هم يروحوا يتعاملوا مع كنيتشي بنفسهم. وكنيتشي بقى اللي اتعرف على نفسه اللي حاسس كده ان هو في حاجه غريبه فيا ترى ايه اللي هيحصل. كل ده واكتر هنعرفه النهارده لكن الاول ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولو الفيديو دوت وصل 10000 لايك هنزل لك الجزء الثاني على طول علشان كده انا مخلصه. ويلا بينا نبدا. وتاني يوم بقى بنشوف كنيتشي وهو قاعد كده وعمال يفكر في نفسه وان هو خد منه ميو. ساعتها هو بيخش عليه وبيقول له البشر دلوقتي ما بيفكروش غير في نفسهم وعلى فكره يا كنيتشي انا مصدقك انت ما عملتش اي حاجه للواد اللي اتعدى على النادي بتاعنا. هم يمكن مش مصدقينك ولكن انا مصدقك يا كنيتشي. وبيقول له كل الناس اللي موجودين في المدرسه بيعتبروني طالب شرف علشان كده كلهم اصدقائي وانت مش عندك اصدقاء علشان كده خلينا انا وانت نكون اصدقاء. فهو بيقول له تمام وبيسيبه وبيمشي. وكنيتشي تاني مره بيقول انا لاحظت برضه ان في عينيك حزن كبير جدا. وميو وناتسو في الوقت دوت هما الاثنين بيتدربوا على المسرح والغلبان كنيتشي بيكون متضايق جدا. وبنشوف الشخص دوت اللي من عصابه راغناروك وهو بيقول توتا طلبت مني ان انا ادور على ميو واول لما الاقيها انا لازم اروح اقول لها هي فين دلوقتي. هو بالفعل بيلاقيها يا صديقي في المسرح فهو على طول بيجري عليها وبيقول لها انا لقيتها. طب هي فين دلوقتي؟ هي في نفس المدرسه اللي احنا فيها. وهي بتقول انا استهنت بيك المره اللي فاتت علشان كده المره دي لما اقابلك انا حرفيا هفرمك. الشخص دوت بيجي لها بيقول انا معايا رساله من هاروتو ليك بيقول لك ما تقربيش على ميو مهما يحصل. فهي بتقول لا انا هقتلها علشان هي زلتني. وفي غروب الشمس بقى بنشوف كنيتشي وميو بتقول له انا زعلانه. فهو بيقول لها ليه؟ فهي بتقول له كل الطلاب اللي في النادي اللي هياخدوا دور في المسرح كلهم دعوا عائلتهم علشان يجوا يشوفوهم ولكن انا جدي سابني ومشي وهو كده على طول سايبني لوحدي. لكن هو بيقول لها انا معاكي. فهي بتقول له هتيجي؟ فهو بيقول لها اكيد وهاجي اشجعك. والسيسكي بقى اللي بيكون سامع الحوار ده كله وبعد كده بيتجمع المعلمين مع بعض وهو بيقول لهم على الموضوع. فهم بيقولوا خلاص احنا لازم نروح لها. وتاني يوم بقى في المسرح هي بتتفاجئ يا صديقي ان كله جم علشان يشوفوها وهي بتكون فرحانه جدا. بس ايه ده كنيتشي مش موجود ليه؟ هو قال ان هو هيجي. وعند كنيتشي بقى ايه اللي هارو بيقوله بيقول له مالك يا حبيبي العرض هيبدا دلوقتي مش هتروح ولا ايه؟ فهو بيقول له انا لو اتفرجت الموضوع هيضايقني جدا. انا هين عليا ان انا اروح اقتل روميو فاهم فسيبني في حالي. وهو بيجري كده ساعتها بيتفاجئ بعصابه راغناروك يا صديقي رايحين عند المدرسه. وتوتا بتقول انا جايه لك دلوقتي يا ميو انا رايحه دلوقتي واخرب لك المسرح بتاعك واحرجك قدام الناس. كنيتشي بيسمع الكلام دوت من هنا بيقول انا لازم نتحرك دلوقتي ولكن هارو بيجي له بيقول له كل اللي بيحصل دوت بيتصب في مصلحتك انت علشان دلوقتي هي مش هتعمل دور جولييت يعني انت الوحيد اللي مستفاد. وهو بيقول انت معاك حق كل حاجه لو ترتبت زي ما هم مخططين كده كل حاجه هتتصب في مصلحتي انا وانا كده لو رحت اتقاتل معاهم انا مش هعرف اعمل اي حاجه. ولكن هو ساعتها بيفتكر كل معاناه ميو وهي بتتدرب على الدور علشان كده بيطلع لهم وبيقول لهم انتوا لو رحتوا المسرح وبوظتوا المسرح بتاعها انا هدمركم. وفي الوقت دوت المسرحيه بتبدا وهو بيجري باكس السرعه عنده بيتفادى كل اللي موجودين وبيقول لهم تعالوا لي. فهم بيقولوا تمام الاول بيروح عنده ولكن ده بيديله واحده في الثاني بيهجم عليه ولكن بيتفادى وبيديله واحده في وشه. يلا اللي بعده يا انا يا سعده انا مش عارف ايه التدريب اللي انت خدته ولكن انا هواجهك دلوقتي وهقضي عليك وبعد كده هروح لميو يلا هلم عليا يا فتى. فهو بيقول انا ما برفعش ايدي على مرأة علشان كده ابعد عني. فهي بتقول انت فاكر لما تقول الكلام دوت انا هاخد بعضه وامشي؟ لا انا بكره امثالك. وبتنتلك باقصى ما عندها وبتهجم رجلها ولكن هو بيقدر ان هو يتصدى ليها. هي طبعا ما بتكونش مصدقه اللي بيحصل دوت علشان كده بتكمل ضرب فيه. حتى اللي معاه مستغرب هو الشخص دوت ازاي قدر ان هو يستحمل ركلات توتا عليه. وتوتا عماله تهجم عليه وبتقول له انت شكلك كده هتموت وانت عمال تهرب. وهو بيبعد عنها وبيرفع ايديه وبيقول لها انا مش عندي اي نيه الا انا قاتلك انت بتستخف بيا علشان فتاه صح. ساعتها بقى بنرجع للماضي بتاعها لما هي كانت في نادي التايكوندو وعماله تتدرب وكل اللي موجودين بيقولوا عليها ان هي دلوقتي هتقدر ان هي تاخد قتال واحد ضد واحد وبيقولوا لها كفايه كده عليك النهارده. فهي بتقول تمام. الشخص دوت بيقول لها انت اللي بيخليك تتدربي كل الوقت
الوقت دوت. فهي بتقول له انا مش عايز اخسر قدام رجل، انا بتعلم اصلا التايكوندو علشان ما فيش راجل يقدر ان هو يستهزأ بيا. تمام ابذلي قصارى جهدك. فهي بتقول له تمام، وبتبدا ان هي تتدرب وهو يعلمها. وبعدها فتره بقى بتلعب بطوله في التايكوندو، والشخص دوت هو اللي بيكون خصمها. هي بتتحرك وبتقول انا مش هخسر قدامك مهما يحصل. هو بيهجم عليها ولكن هي بتتفاداه، وبتنط وبتنزل برجلها على دماغه بتجيبه الارض. ايوه توتا هي اللي فازت، وهي بتكون فرحانه جدا. وبعد ما بتخرج يا صديقي من المباراه بتشوف بقى الوقت اللي لعب ضدها، والشخص دوت بيقول له انت ايه اللي خلاك تخسر نفسك قدامها؟ فهو بيقول له انت اكتشفتني ولا ايه؟ وهي معديه يا صديقي بتسمع ده كله. بيكمل كلامه وبيقول انا مستحيل ان انا اذي فتاه مهما يحصل. ومن ساعتها وهي بتكره الجمله ديت. بنرجع بقى للواقع، بتقول انا اتحطمت كبرياء وبتديله بالرجل بتطيره. وبقول الركله القويه ديت على الرغم ان انا حميت نفسي ولكن انا اتاذيت. ايه ده انت عيل عنيد، ولكن انت هتقدر انك تستحمل كام ركله من الركلات ديت. فهو بيقول انا وصلت لحدي. بتلف وبتديله بالرجل في وشه. ايوه خلاص انت انتهيت. ولكن هو ساعتها بيفتكر ميو وبيقول انا مش هخسر ومش همد ايدي على فتاه، هي ديت مبادئي في الحياه. لا بجد راجل طالما انك عندك كبرياء مش عايزه تتخلى عنها، انا برضو عندي مبادئي مش هتخلى عنها. اهجم عليا، لا انا مش همد ايدي عليكي. كل اللي عليا دلوقتي ان انا اوقفك عقبال لما المسرح يخلص. هي بتقول له انت بتحبها ولا ايه؟ فهو بيقول لا الموضوع مش كده، كل ما في الموضوع بس اللي انا معجب بيها. فهي بتديله بالرجل وبتقول له غور عني. وبتقول اللي معاها يلا خلاص انا هرجع دلوقتي. طب انت مش هتروحي الميو ولا ايه؟ لا خلاص خلينا نرجع دلوقتي وفي اي وقت نبقى نقاتلها. وهو بيقول انا دلوقتي حميت ميو، ولكن ايه اللي هيحصل لي لو ناتسو ارتبط بميو؟ انا مش عارف. انت فعلا مخك ضارب. بنرجع بقى للمسرحيه يا صديقي الا اخيرا بتخلص، والمدربين بيكونوا قاعدين عمالين يعيطوا انت فعلا فنانه يا ميو. ايه ده بس فين شين؟ هو بقاله كتير ما بيخرجش، علشان كده في حاجات كتير هتجذب انتباهه، احنا لازم نروح ندور عليه دلوقتي. فهو بيقول لهم خلاص انا اللي هروح ادور عليه. ساساكي بيبص يمين بيبص شمال ما بيلاقوش، بيروح عند نادي كره السله بيلاقيه هناك بيلعب مباراه صديقه ومبدع فيها حرفيا. حتى الخصم بيكون مستغرب هو ازاي العملاق دوت اصلا في ثانوي. المعلم بيقول لهم ايوه ده في ثانوي معانا في نفس المدرسه. ابا تشان يا صديقي كله عمال يشجع فيه، وفي الاخر بيقدر ان هو يسجل جون راست عكس، وهم كده اللي كسبوا. وعند ميو بقى اللي عماله تشكر فيهم علشان هم دلوقتي جم للمسرح علشان يشجعوها. على فكره الاداء بتاعك كان جامد جدا. فهي بتقول لهم الاداء بتاعي ما كانش حلو، كل ما في الموضوع اصلا اللي انا اعتمدت على ناتسو الاداء بتاعه كان جامد جدا. هو ساعتها بيشوفهم وبيروح يتعرف عليهم، وساعتها تويا بيقول له على فكره الدور بتاعك كان جامد جدا ولكن كان هيبقى افضل بكتير لو انت ما كنتش بتكره التمثيل. هو هنا بينساك اول لما بيسمع الكلمه ديت. يلا يا ميو احنا ماشيين دلوقتي. وعندي كينيتشي بقى اللي بيقول دلوقتي ميو هتزعل مني علشان انا ما حضرتش العرض بتاعها. طب انا اعمل ايه؟ وهو ماشي كده يا صديقي ساعتها بيشوف ناتسو هو بيرمي الازهار اللي جات له ديت وبيدوس عليها. هو بيقول له انت عملت ليه كده؟ فهو بيقول له انا بكره الازهار علشان هي بتدبل بسرعه. تعابير وشه دلوقتي اتغيرت 180 درجه. وعلى فكره انا بكره التمثيل جدا. طب انت ايه اللي خلاك اصلا تطلع على المسرح بدل ما انت بتكرهه؟ علشان اخدع الاخرين. انا لازم العب دور البطل علشان هم يتعاطفوا معايا. بيقول له انت بقيت مزعج جدا على فكره في الاوان الاخيره بعد ما اتشهرت يا كينيتشي. وعلى فكره المدرسه ديت اصلا عباره عن مؤسسه، وصاحب المؤسسه هو اللي بيلم الفلوس وبيحطها في كرشه، وانا دلوقتي بمثل علشان اخلي الناس تتعاطف معايا. وعلى فكره انا خليت ميو تحبني. فبقول انا مش عارف انت بتتكلم عليه ولكن انا وانت فاهم. انت شكلك كده بقيت مصدر ازعاج يا كينيتشي. وفي غروب الشمس بقى كينيتشي بيقابل ميو وهي بتقول له على فكره انت ما هنش عليك انك تيجي تشوف المسرح بتاعي. فهو بيقول لها الموضوع مش كده. فهي بتقول له انا عارفه انك كنت بتقاتل عصابه راغنروك علشان تحمي المسرح، وعلى فكره شكرا ليك جدا. فهو بيقول لها طمني كله تحت الكنتريلا طالما انا معاك. فهي بتقول له انا واثقه اصلا انك هتحميني. بس صح هو انت فعلا بتحبي ناتسو؟ فهي بتقول له بحب مين؟ ده كان مجرد تمثيل. فهو بيفرح يا صديقه. بتقول له ايه ده؟ ايه الاشاره اللي انت لابسها ديت؟ فهو بيقول لها ما اعرفش. فهي بتقول له على فكره الاشاره ديت بتمثل الخشب والنار والارض والذهب والماء. يعني الاشاره ديت بكل اختصار النور يكبح في الظلام والظلام يكبح في النور، وهي بتنفي شيء يدعى بالكمال في هذا العالم. يعني اللي مش فاهم يعني يا صديقي الظلام في كل شخص ولكن هو بيحب يطلع النور، والنور بيكون في كل شخص ولكن هو بيحب يطلع الظلام. كل واحد ودماغه. وانت يا ناتسو انت انهي واحد فيهم، الظلام ام النور؟ هما بيتكلموا كده ساعتها هارتو بيخش عليهم وبيهجم عليهم ولكن ميو بتقدر ان هي تحمي كينيتشي. القبضه السادسه من راغنروك انت اللي جابك هنا. تعالى لي يا حبيبي انت مش تيجي انا اللي ههجم عليك على طول. بيهجم على كينيتشي بيقدر ان هو يسيبه كمان بيكون خلاص هيوقع ميو ولكن هي بتقدر ان هي تعدل نفسها. كينيتشي بيحاول يهجم عليه تاني ولكن دوت بيديله بالرجل في وشه وبيطيره بيقع من على الجسر اللي هو كان عليه وبينزل على الشاحنه ديت. وهارتو ما بيضيعش وقته وبينزل له بيقول له المدرب بتاعك اسمه سو صح؟ فهو بيقول له لا المدرب بتاعي اسمه تويا وغيره كتير. في الوقت دوت المدربين بيوصلوا بيقولوا لميو
ابويا هو ايه اللي بيحصل؟ فهي بتقول لهم زي ما انتم شايفين كده كينيتشي بيتقاتل مع الشخص دوت اللي من عصابه راغناروك، وهو دلوقتي مش مؤهل علشان يقاتل. هو اتصاب اصلا الصبح علشان كان بيحمل مسرح، يلا حد منكم يروح يساعده. فهم بيقولوا لها ما تقلقيش، دي خناقه اطفال ما تقلقيش. خناقه اطفال ايه ده هيقتله؟ فهو بيقول لها ما تقلقيش، كده كده في 2 لحقوا بيه. وبالفعل يا صديقي سيساكي وسين هما الاتنين بينطلقوا باقصى سرعه عندهم. ايه ده انت شكلك كده قلقان على زميلك ولا ايه؟ فهو بيقول له لا، كل ما في الموضوع بس اللي انا حبيت اللي انا اشوف اللياقه بتاع الجسدي في الماراثون ما بين السيارات هتكون عامله ازاي. يا عم ما تقولها بقى انك قلقان على تلميذك. طب انت ايه اللي ما خلاكش تركب الفيسبا؟ فهو بيقول له الفيسبا ديت اصلا قطعه خرده مش هتقدر ان هي تشيلني اصلا. بنرجع بقى لكينيتشي وهارتو، وكينيتشي بيقول له انت ايه اللي بيخليك اصلا تنضم لحساب راغناروك وتحط حياتك على المحكه؟ فهو بيقول علشان انا بكره امثالك اللي مقتنعين بالعداله اللي في العالم دوت. شخص زيك عمره ما حس بالذل ولا الجوع، اتعلم فنون القتاليه علشان العداله صح؟ اما انا بقى عكسك تماما وبيقلع الكلبوش اللي كان على دماغه. ايوه صديقي دوت ناتسو. كينيتشي لسه يستوعب ان دوت بيهجم عليه، ولكن هو بيقدر ان هو يصده وبيبعده عنه، وبيقول له مهاراتك في القتال غير مكتمله، انت بتدرب على ايد مدرب خبير ولكن انت برضه مجرد شخص عادي. انا هوريك دلوقتي فنون القتاليه الصينيه الحقيقيه. هو بيقول له خلاص لو انت عايزنا نكمل القتال بتاعنا خلينا ننزل من على الشحنه ديت، ولكن هو ما بيستناش وبيروح يهجم عليه، ولكن هو بيقدر ان هو يتفاداه. وسان في الوقت ده هو بيقول هو بيقدر ان هو يستخدم الكين ولا ايه؟ القبضه الساحقه يعني يا صديقي. الهجمه ديت من اخطر اساليب القتال الصينيه، بيعتمد مستخدم هذا الفن على الضربات ذات التلويح السريعه، والشعار بتاعهم ان هم يهزموا الخصم من غير ما يدوا له اي فرصه ان هو يهجم. والشخص دوت اتدرب على تكثيف الطاقه تشي في اليد، علشان كده ايده عامله زي الفولاذ. صدقني احنا لازم نلحق دلوقتي كينيتشي قبل ما يروح فيها. هارتو عمال يهجم عليه، لكن كينيتشي بيقول خلاص انا ههجم عليك. بيحاول يهجم عليه لان دوت بيتفادى وبكف ايده يا صديقي بيرزعه. خلاص كينيتشي شكله كده هيروح فيها، ولكن دوت بيقدر ان هو يستعيد وعيه. على فكره يا كينيتشي انت شخص مش عادي تماما، انت جسمك عامل زي الفولاذ برضه. بقول هو الشخص دوت فعلا عايز يقتلني ولا ايه؟ بيقول انا مش مهتم براغناروك ولا اي حاجه، كل ما في الموضوع اللي انا عايز اقتلك يا كينيتشي. هو بيقول انا كنت فاكر ان انا وانت بقينا اصدقاء. فهو بيضحك ضحك هستيري. يا ابني انا اصلا بمثل علشان اضحك على الاخرين. والاتنين عمالين يهجموا على بعض، واضح كده ان التفوق لهارتو. كينيتشي يا اخي لما بيزهق منه بيقول له خلاص شكلك كده عايز تقتلوا، الاتنين بيهجموا على بعض. وفي الوقت دوت كينيتشي بيفتكر التقنيه اللي علمها له سين، ان هو لما حد يهجم عليه يحط ايده تحت دقنه، وبايده التانيه يحطها تحت ايده اللي تحت دقنه ويزقه، وبكده انت هتقدر انك تطيره. وبالفعل يا صديقي بيقدر ان هو يطير هاروتو، وهو كمان بيطير وبيكون خلاص هيقع، ولكن ساسكي بيلحقه على اللحظات الاخيره. وناتسو قبل ما بيقع بيمسك في الشحنه ديت، وساسكي بيقول شكلك كده انك عايز تموت يلا، ولكن كينيتشي بيمنعه بيقول له ما تروحش وراه، انا اللي هقتله في يوم من الايام وههزمه كمان وارجعه لرشده. المهم بقى بعد ما بيروحوا كلهم ميو بتبدا ان هي تعالج فيه، وبعد كده هو بيقول لهم هو انتوا تعرفوا معلم اسمه سو؟ علشان انا بقاتل ناتسو، هو ذكر الاسم دوت، لو تعرفوا اي حاجه يا ريت تقولوا لي. ولكن هم بياخدوا بعضهم وبيمشوا، وبيقولوا يا كينيتشي انت لازم تستعد علشان تتدرب. وبالفعل بيروح يتدرب. وهو بيقول هم المدربين اللي وشهم اتقلب كده اول لما انا ذكرت اسم السو دوت، وانا لو سالتهم اكيد مش يرضوا يجاوبوني، علشان كده انا هستنى لما هم اللي يقولوا لي بنفسهم. ومن كتر التفكير شين بيديله واحده بيشقلبه. انت شكلك كده مت يا كينيتشي. المهم بقى بعد ما بيخلص التدريب كينيتشي بيشوف المدرب سان وهو واخد بعضه وماشي، علشان كده بيقرر ان هو يتتبعه ويشوف هو رايح فين. بيوصل للمدينه وبيقول ايه ده هو راح فين؟ وهو يا صديقي بيكون وراه ايه؟ انت جاي ورايا ليه؟ فهو بيقول له انا عايز اعرف انت رايح فين. فهو بيقول له بقول لك ايه خد بعضك وامشي للبيت احسن. لا يا مدرب انا عايز اعرف انت رايح فين. فهو بيقول له خلاص لو عايز تيجي معايا تعالى، بس انت اللي هتستحمل المسؤوليه بالكامل. فهو بيقول له تمام، وساعتها بياخده وبيوديه عند الله قرع دوت اللي سان بيحييه كده بكل احترام، والشخص دوت اسمه ري وهو عم سان. المهم بيقول لهم يلا تعالوا كلوا، وبالفعل بيروحوا ياكلوا. وكينيتشي بيكون في كميه انشكاحه. بيقول له انت جيت علشان سو صح؟ فهو بيقول له هو جه لليابان كما توقعت، يبقى انا شكلي كده اروح اقابله. كينيتشي بيقول له هو مين سو دوت؟ فهو بيقول له دوت اخويا الكبير. واخوه سو دوت اول لما بيحط رجله في اي منطقه حرفيا بتتقلب بالمشاكل، وهو مضطرد دلوقتي من عصابه المافيا. والشخص دوت ما ينفعش يعيش من غير قتال. ساعتها في بنت بتظهر في المكان وبتهجم عليه، لكن هو بيقدر ان هو يتفاداها وبيقول لها انت فعلا عندك الموهبه، ولكن انت قدامك 1000 سنه علشان تقدري انك تسيبيني. فهي بتقول له انت ما تعرفتش على ابنتك ولا ايه؟ طبعا كينيتشي مش فاهم مين ديت. ما تقول لي يا مدرب ديت بنتي عندها 16 سنه واسمها هي ماري. وري بيقول له على فكره ده عنده عيلين كمان وهم دلوقتي في الصين. بنته بتطلع البتاع ديت وبتهجم عليه وبتقدر ان هي تكتف ايده وبتقول انا هجرك معايا للصين، ولكن هو بيقول لها انا اسف يا صديقي، وبيقدر ان هو يقطع البتاع ديت. بتهجم تاني، ولكن المره دي بيحط كينيتشي مكانه وبياخد بعضه ويخلع. كينيتشي بيقول لها هو انت ليه مصره كده ان هو يروح للصين؟ فهي بتقول له ابويا اصلا هو قائد اتحاد العنقاء للفنون القتاليه الصينيه اللي فيه اكتر من 10,000 متدرب، وهو دلوقتي لازم يرجع للصين. وهو قال ان الموضوع صعب عليه علشان كده ساب كل حاجه على امه، عشان كده انا جاي هنا علشان اخده معايا. سيبك من ده كله، انت مين وانت ايه اللي بيخليك اصلا ترافق ابويا؟ فهو بيقول لها انا اسمي كينيتشي والمدرب سان هو اللي بيدربني. فهي صديقي بتروح تضربه وبتقول ابويا يسيب الموهوبين اللي في الصين ويجي يدرب التافه دوت. بتضربه تاني وبتقول له تعالى معايا دلوقتي احنا هنروح ندور على عمي سو.
فهو بيقول لها انا هروح ادور معاك عليه، بس انا عايز اعرف حاجه، هو سو دوت ليه المافيا بتجري وراه؟ فهي بتقول له بكل اختصار علشان هو خانهم. وعندي الاثنين دول الشخص ابو وش مربع دوت بيقول للشخص دوت مفيش مشكله لو انا قتلته، فهو بيقول له اقتله دمره. انت عايز تقتله علشان هو دمر المدينه اللي انت كنت فيها صح؟ وهم بيتكلموا هنا عن سو. الابيض بيرد عليه وبيقول له الشخص دوت مؤمن ان مفيش حد اقوى منه علشان كده هو هيجي. بنرجع بقى لكينيتشي وميريل لغايه دلوقتي لسه بيدور على سنو، لكن ساعتها بيتحاصروا. الشخص دوت بيرفع السيف وبيكون هيهجم عليهم، ولكن كينيتشي بيقدر ان هو يجيبه على الارض. وهي بتقول له انت فاكر كده ازاي؟ لو عندي سام بقى اللي هو ماشي كده ساعتها في حد بيخبط فيه، انت فاكر انك هتحط حاجه فيا من غير ما احس ولا؟ فهو بيقول له انا اسف ولكن الرساله دي جايه لك من كوبي. بيقول له المره الجايه تسلمها لي عدل والا كسرت لك ايدك. فهو بيقول له تمام وبيفتح صديق الرساله وبيقول له اخويا فعلا موجود في المكان دوت. وساعتها بيفتكر الماضي لما كان قاعد مع اخوه. هو بيقول له انا عارف انك بتحب تتدرب على فنون القتال، ولكن انت مش شايف انك بتتدرب زياده عن اللزوم؟ انت لازم تتعرف على الناس بدل ما انت قاعد عمال تشرب في السكه. فهو بيقول له انا ما بحبش الاختلاط بالناس، وزي ما انت شايف كده ان انا لما باجي الحانه بكسر كل اللي موجودين علشان اقعد لوحدي. وبنعرف بقى ان سو اتطرد من الصين اصلا علشان هو عدواني ضد الناس وقتل واحد كمان. وفي الوقت دوت كينيتشي وميري قدروا ان هم يحددوا المكان اللي موجود فيه سو، وبيطلعوا صديق في الاسانسير. الاثنين دول بيقفوا قدامهم ولكن هي بتديهم بالرجل بتجيبهم على الارض. وهم مكملين كده ساعتها الحيطه اللي قدامهم بتتكسر، ايوه بيخرج منها سو. انا سمعت ان في حد من اللي موجودين هنا بيستخدم الفنون القتاليه، ولكن يا لها من خيبه امال. وهو فشخ الاثنين اصلا اللي كانوا بيتامروا عليه من شويه. ماري اول لما بيشوفها بتروح تهجم عليه، ولكن هو بيمسك رجلها وبيخبطها في الحيطه وبيكون هيكمل عليها، ولكن كينيتشي بيقول له دي بنت اخوك ما تكملش عليها. ولكن هو بيقول له علشان كده قدرت ان هي تستحمل الهجمات بتاعته، ولكن رغم دوت هي لازم تموت وبيكون خلاص هيقتلها. ولكن سام بيظهر في المكان. الاثنين بيتعرفوا على بعض وسو بيقول له طالما انك جيت خلاص خلينا بقى نصفي اللي ما بيننا. سام بيقول لكينيتشي يلا خدها وابعدوا مننا انا اللي هقتله دلوقتي. فهو بيقول له على فكره انا مش فاهمك يا اخويا الصغير في المكان التافه دوت. فهو بيقول له انت ما تفهمش اي حاجه، انا جيت هنا اصلا علشان ابعد عن المشاكل، ولكن لو المشاكل وقفت قدامي انا هوقفها بايديا. والاتنين خدوا الوضعيه اللي معروفه في الصين لما حد بياخدها يبقى القتال دوت حتى الموت. وبالفعل الاتنين بيبداوا ان هم يهجموا على بعض حرفيا. الهجمات بتاعتهم اسطوريه، وواضح كده ان سام بيتجنب هجمات سو. وبنعرف بقى ان الاتنين دول اصلا افضل مقاتلين في الصين بالكامل. والعصابه اللي سو هجم عليهم يا صديقي بقيتهم بيفنجروا المبنى اللي هم فيه. سام طبعا بيتشتت ولكن سو ما بيتشتتش تماما وبيروح يديله بنيه في بطنه بيخليه يطلع دم من بقه، ولكن دوت مش هيفرق مع المعلم سو اللي بيدي له واحده ببطنه. وبقول له يا اخويا انت فعلا قوي ولكن قوتك خلاص استهلكت بالكامل. هو انت ازاي قدرت انك توصل للمستوى دوت من القوه؟ علشان عندي اصدقاء واصدقائي دول قويين جدا. فهو بيقول له كالعاده انا الناس كلها بتبعد عني، اما انت بقى محبوب من قبل الناس، فانا ما كانش عندي اي حد اصلا منذ البدايه، اما انت بقى عكس تماما، يلا خد بعضك وامشي. فهو بيقول له تمام وبياخد الاتنين وبيركبوا الاسانسير. وسو بيقول هي ديت الموتة اللي انا استحقها. وقبل ما ينزلوا بالاسانسير ساعتها كينيتشي بيخرج من الاسانسير وبيروح له بيقول له يلا خلينا نخرج من المكان كلنا، انت فعلا تلميذ غريب الاطوار. بيحط ايده يا صديق على بطن كينيتشي وبيطيره. والتلاتة بينزلوا من الاسانسير من هنا، والمبنى اللي هم فيه بيولع بالكامل. بعدها فترة بقى الاوضاع بتستقر. وعلى الصعيد الاخر بقى بنروح عند الاشخاص دول اللي بيقولوا احنا شكلنا كده اللي احنا استهنا بتحالف نبتون اللي قدروا ان هم يهزموا فريق توتا بالكامل. وكمان هارتو غايب كده بقاله كام يوم محدش شافه. فالشخص ده بيقول لهم خلاص انا اللي هطلع واشوف ايه اللي بيحصل بره. والشخص ده بالمناسبه بيكون اسمه لوكي. بنروح بقى لميو كينيتشي اللي بيسالوا على نفسه اللي بقاله كتير جدا ما جاش للمدرسه. وبيقولوا شكله كده ان هو عازل نفسه وبيتدرب في مكان معين كده. كينيتشي بيفتح صديق الخزانه بتاعته بيلاقي رساله في بنت بتحترف له بحبه. ميو بتقول له انا اسفه اللي انا هعطلك، يلا بقى سلام. هو بيكون متضايق. الكائن الفضائي هارو بيخش عليه وبيقول له اهلا بيك ايها القائد. فهو بيقول له قائد ايه واللي انت ماسكه في ايدك دوت؟ انا قلت لك الغي التحالف العبيط دوت. وانتوا جايين معاه ليه انتوا كمان؟ تاكادا وتسوباكي بيقولوا له احنا الاثنين احنا اللي هنشرف على تدريب طولنا بالسنه الاولى علشان نخليهم اقوياء. يلا يا كينيتشي ادينا تعليماتك ايها القائد. بعد العبط اللي هو عمله دوت هو طبعا بيسيبه وبيروح يتدرب مع حسن. ايه اللي بيقول له ابذل كسرى جهدك يا كينيتشي. فهو بيقول له انا ببذل كسرى جهدي يعني ده انا شايلك فوق رجلي، اعمل ايه اكتر من كده؟ بعد ما بيخلص تدريبه مع سام بيروح يتدرب مع ساساكي اللي بيقول لكينيتشي على فكره انت بقيت اقوى من الفتره اللي فاتت. فهو بيشكره. في الوقت دوت هارو بيروح يقابل لوكي من عصابه راغناروك. وهارو بيقول له انا محاصرك دلوقتي من كل المكان. فهو بيقول له ركز كده يا حبيبي انا اللي محاصرك من كل المكان. المقهى دوت اصلا متاجر لحسابه راغناروك. يلا وروني بقى انتوا هتعملوا ايه. العصابتين بيهجموا على بعض وطبعا معروفه عصابه نبتون العبيطه بتتفشخ فشخ السنين. ولوكي بيقول انت بقى القائد صح؟ يبقى تعالى انا هكسر لك ايديك ورجليك علشان ما خلكش تقدر انك تتحرك.
وكنيتشي بقى اللي بيكون معدي كده وساعتها بيشوفهم هم متكتفين بيقول انا مش هتدخل، انا استخبى احسن. والشخص دوت من تحالف نبتون بيقول انتوا لو كنتوا عددكم قليل احنا كنا وريناكم انكم مش تعرفوا تعملوا اي حاجه قدامنا، ولكن احنا دلوقتي متكتفين، علشان كده انا واثق ان كنيتشي مش هيستغنى عنا وهيجي دلوقتي علشان ينقذنا. فهو بيقول له انت شكلك كده بتتكلم على كيفك، يلا روحوا دمروا ابو نضاره دوت. فالشخص ده بيقول له تمام وبيكون خلاص هيضربه، ولكن كنيتشي بيظهر في المكان وبيوقعه. لوكي بيقول له انت فعلا كو، ولكن انت مش تعرف تعمل معانا اي حاجه، ده احنا حشد ملوش اول من اخر. مين قال ان هو وحده؟ تسوباكي وتاكادا وصلوا للمكان. لوكي بيقول خلاص انتوا هتدمروا على ايديا. هارو بيقول له حاول ورينا هتعرف تعمل ايه قدام الثلاثه دول. الاشخاص دول على طول بيهجموا على كنيتشي، ولكن كنيتشي بيقدر ان هو يعمل منهم جزامه بمعنى الكلمه. ونفس الكلام عندي تاكادا ونفس الكلام عندي تسوباكي. كنيتشي بيخلص على اللي معاه وبيروح يتعامل مع لوكي، ولكن ده هو بيطلع الحديده ديت وبيخبطها في وشه. كنيتشي بيبعد عنه وبيقول له تمام شكلك كده انك مخادع، يلا بقى. فهو بيقول له تمام وبيطلع الصاعق دوت وبيروح يهجم عليه، ولكن كنيتشي قبل ما يلمسه الصاعق دوت بيديله واحده في بطنه، والتانيه بيمسك دماغه وبيديها بالرجل، اما التالته بقى بيمسك رجله وبيوقعه. ودول الثلاث تقنيات اللي اتعلمهم. وهارو طبعا ما بيتوصاش يا صديقي، بعد ما الخصم بيتهزم ما بيتوصاش، بيقول لهم شايفين دوت اقوى تلميذ في العالم. طبعا العيال بتخاف وبتاخد بعضها وبتمشي، وهارو طبعا ما بيتوصاش وبيروح يحط رجله على لوكي. انت لازم هنا تخاف لما عمك كنيتشي يوصل للمكان. ولكن هنا كلهم يا صديقي بينصدموا علشان الشخص دوت اصلا مش لوكي. الشخص دوت بيقول لهم انتوا فاكرين ان لوكي سما هيتعب نفسه علشان يجي يتعامل مع شويه زباله زيكم؟ هارو بيفضل يضرب فيه وبيقول له غور يا كلب يا واطي. بنروح بقى عند لوكي الحقيقي، والبنت دي بتقول له انا صورت لك كل حاجه حصلت في المقهى بالكامل. فهو بيقول لها تمام وبياخد الاسطوانه وبيبدا ان هو يتفرج على كنيتشي وهو بيقاتل. انت فعلا قوي، ولكن انا لقيت دلوقتي نقطه ضعف في هذه العصابه وهي انت يا هارو. بنروح بقى لكنيتشي اللي عمال يتدرب مع مي، وهي يا صديقي عماله تضحك عليه علشان رساله الحب اللي هو استقبلها كانت طلعت من مين؟ ايوه من الكائن الفضائي هارو. سام بيقول له ما تفكرش في الموضوع، كمل تدريب، فاهم ولا لا؟ وهما بيتدربوا كده ساعتها الكائن الفضائي بيخش عليهم وبيقول لكنيتشي انا دلوقتي جمعت بيانات جديده عن القبضه الخامسه من عصابه راغناروك، والشخص دوت اسمه زيكو. على فكره قوي جدا، دول الاشخاص اللي هزمهم. اسمع كده تعليقاتهم. اول واحد بيقول اداني ضربه جاب اجلي، التاني بيقول اداني بالشلوت جاب اجلي. فهو بيقول له يا كائن يا فضائي انا قلت لك انا ماليش دعوه بيك، ابعد عني، طول ما انا ماشي وراك انت هتجيب لي المشاكل. وعلى فكره كل المعلومات اللي انت جايبها ديت ملهاش اي 60 لازمه، كلها عباره عن كذب. بيقول له على فكره انا بعاني علشان اقدر ان انا اجيب لك المعلومات ديت، وفي الاخر انت بتلومني علشان انا بحاول ان انا اساعدك. طالما انك مكدبني دلوقتي انا هروح دلوقتي اجمع شويه معلومات عن زيكو وهرجع لك تاني، يلا سلام. سيسكي بيقول له على فكره ده انت عندك صديق جامد جدا، هو عباره عن زومبي مهما يتقتل برضه بيقوم تاني، زومبي يعني. وتوتا بيقول اسم زيك دوت الاسم دوت مألوف، دوت البطل اللي ذكر في الاسطوره النورديه اللي قدر ان هو يهزم تنين واستحمى بالدم بتاعه، وبعد كده كل اللحم بتاع التنين دوت وهو كسب الخلود. كينيتشي بيقول له ستوب زارتنج يا عمي كفايه كدب. ريم بتقول له ايه ده انت الان على صديقك؟ على فكره التعبير بتاعت وشه ده كان باين كده ان هو هيموت، شكلك كده عايز تروح تنقذه ولا يا كينيتشي؟ مستحيل انا اروح انقذ الكائن الفضائي دوت، انسوا. وعلى الناحيه الثانيه بقى بنشوف لوكي اللي راح لزيك، وزيك بيقول له انت عايز حاجه؟ فهو بيقول له انا جيت هنا بس عشان اعرف ايه القتال اللي انت خدته مع العيال اللي انا شفتهم دول كانوا بيتخانقوا معاك، كان ايه المستوى بتاعهم؟ فهو بيقول له المستوى بتاعهم كان متدني جدا. طب بالنسبه للموسيقى اللي انت بتكتبها؟ فهو بيقول له انا لسه ما نهيتهاش، على فكره الموسيقى ديت انا بكتبها من صراخ الاشخاص اللي انا بعذبهم وتعابير وشهم وخوفهم مني والتوسل بتاعهم، دي حاجات جميله جدا. انت مزوخ يلا ليه؟ الله الله الله. وعلى فكره لو ما كانش منعني القبضه المقدسه دلوقتي كنت زماني قتلتك يا لوكي. سيبك من ده كله، انت قلت صح انك لقيت نقطه ضعف في تحالف نبتون دوت، صح؟ ايه هي؟ مهما يكون نقط ضعف العدو انا بستخدم قوتي علشان ادمر العدو اللي بيقف قدامي. صح يا زيك، انت لاحظت كده ان في شخص مريب بيتعقبك في الاونه الاخيره؟ فهو بيقول له بس دوت اكيد واحد من معجبيني. فهو بيقول له لا، الشخص اللي بيراقبك دوت واحد من تحالف نبتون، وبالتحديد هو القائد. باختصار هو دوت نقطه ضعف في تحالف نبتون، هو بقى صديقي اللي بيكون واقف وراه، والبنت اللي كانت معلوكه بتقدر ان هي تمسكه ولكن هو بيقدر ان هو يبعد عنها وبيجري. وبسبب الدوشه اللي الاثنين دول عملوها ساعتها زيك بيخرج من المكان بتاعه وبيقول انا مسكتك دلوقتي، ولكن هارو بيبخ عليه حاجه كده وبالعصايه بيديها له في وشه وبيجيبه على الارض وبيكمل جري، وبيقول لك ان جاي لك دلوقتي ومعايا معلومات اكيد هتفيدك. ولكن هو بيظهر له بيقول له انت فعلا قوي، ولكن انت ليه بتهرب؟ هو بيقول ازاي كده؟ ده انا قدرت ان انا اصيبك. هو بيكون بيجري وراه بيقول له لا 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 لا، وبقول له فعلا يا هارو انا معجب بيك جدا، انت فعلا سريع وقوي علشان كده انا معجب بيك. فهو بيقول له حل عني ايها المنحرف، انت
ليه بيلاقي البحيره ديت فبيقول انا هنط فيها. هو بالفعل بينط، ولكن دوت صديقي بينط وراه وبيمسكه وبيقول له انا وانت على الموت يا معلم، وبينزلوا فيها. يا كينيتشي تعال انقذني. وتاني يوم بقى في المدرسه بنشوف الاشخاص دول اللي من تحالف نبتون هم بيقولوا لكينيتشي يا قائد هارو خرج بالليل وقال ان هو يروح يجمع معلومات عن زيك دوت، ولكن لغايه دلوقتي ما رجعش. واحنا لما رحنا دورنا عليه لقينا المذكره ديت مرميه تحت الجسر دوت، وهو بياخد منهم المذكره وبيقول هارو ما بيسيبش المذكره ديت مهما يحصل، يبقى هو دلوقتي في خطر، علشان كده انا لازم انقذه. وبالفعل بينطلق. ايوه الكائن الفضائي انت شكلك كده مش هتهدى غير لما واحد مننا يموت. وبعد جري كتير بيوصل عند الجسر اللي بيفضل يبص يمين شمال، ولكن مش لاقي اي اثر حتى يدل ان هو كان موجود هنا. ساعتها ميو بتجيله وبتقول له بص كده الجزمه بتاعته هيت. بيمسكها بيقول ايوه هي ديت الجزمه بتاعته فعلا. بيبص قدام بيلاقي برضه قطعه تانية بتاعته. بيكملوا مشي برضه بيلاقوا القميص، وفي الاخر بيلاقوا كل الهدوم بتاعته. هم بيقولوا شكله كده ان هو كان عارف ان احنا هنجيله، علشان كده ساب الهدوم بتاعته ديت كدليل، واحنا اول لما نلاقيها اكيد هنعرف مكانه. بنروح بقى صديق الهارو اللي بيكونوا هم مكتفينه. هارو انت رميت الهدوم بتاعتك علشان اصدقائك يجوا ينقذوك صح؟ انتوا هتعملوا فيه اخرس يلا انت هتتعاقب، والعقاب اللي احنا هنعاقبك بيه احنا هنحطك في صندوق وبعد كده هنرميك في سفينه، والسفينه ديت احنا ما نعرفش هي هتروح فين. يعني من الاخر احنا عايزينك تختفي. وشكلك كده بتحب الرحلات البحريه، ممكن يقابلوك قراصنه ويقتلوك. لوكي بيأمر اللي معاه ان هم دلوقتي يحطوه في الصندوق، وبالفعل بيبداوا ان هم يحطوه، ولكن هو بيقول لهم كينيتشي دلوقتي هيجي وهيدمركم بالكامل، ولو عرف ان انا اختفيت اعرفوا انكم هتموتوا. لوكي بيقول له تمام احنا مستنينه يلا اقفلوا الصندوق، وبالفعل بيقفلوا. وعند كينيتشي بقى وميو اللي بيكونوا لغايه دلوقتي حيرانين ومش عارفين هو فين دلوقتي. سام بيقول له ما تقلقش انا دلوقتي هعرف لك هو فين، ونفس الكلام عند شين. وفي الاخر كلهم بيقولوا له هتلاقيه في المكان دوت عند السكه الحديديه. ميو بتقول له يلا، فهو بيقول لها يلا. وفعلا قدروا ان هم يوصلوا عند لوكي وزيك والاتباع بتوعه. لوكي هيجنن انت ازاي قدرت انك تحدد مكاننا بالسرعه ديت، واللي انت بتدافع عن هارو ده كان بيتنمر عليك في الماضي. فهو بيقول له هو كان فضائي واسوأ صديق ليا، ولكن هو هيفضل واحد من اصدقائي، هو دوت كل ما في الموضوع. قائد تحالف نبتون ايوه. كينيتشي وصل للمكان. زيك بيخرج وبيقول له انا هقتلك. كينيتشي بيقول لهم سلموني هارو وانا مش هتخانق معاكم، ولكن لوكي بيقول له انا دلوقتي مزاجي متعكر علشان كده انا هتسلى بيك، ولكن زيك بيقول له لا انا اللي هتعامل معاه. تمام انا هقتلك بس انا عايز اعرف هو فين دلوقتي هارو. فهو بيقول له هو في صندوق في سفينه. طب فين السفينه ديت؟ من الطريق دوت. لوكي هنا مخه اتضرب، انت بتقول له ليه على المكان؟ المهم بيأمروا الاثنين دول علشان يروحوا يحموا هارو، ولكن ساعتها زيك بيطيرهم وبيقول انا قلت لك ما تتدخلش تمام. فهو بيقول له خلاص انا اللي هروح اقتل هارو دلوقتي بايديا. وبيتحرك ميو اول لما بتشوفه بيتحرك فبتقول لكينيتشي انا هروح وراه. فهو بيقول لها تمام، وبيقول لزيك يلا بينا نتقاتل. فهو بيقول له تمام، وبياخد الوضعيه بتاعته. هنا كينيتشي اترعب، الشخص دوت مختلف عن كل الاشخاص اللي انا قتلتهم، وفوق كل دوت عادي جدا. انا مش هركز في الحاجات دي دلوقتي، انا هروح اهجم عليه. وبالفعل بيقدر ان هو يسيبه في وشه بيوقعه على الارض. ايه ده انت ضعيف ولا؟ ولكن دوت بيقوم وبيدي له واحده بيشقلبه على الارض. كينيتشي بيقول له هو انت بتتظاهر بالموت ولا ايه؟ فهو بيقول له لا انا كنت بسمع صوت الارض. كينيتشي بيقول له انا اتسهلت معاك بما فيه الكفايه، وبيدي له واحده بيجيبه على الارض، ولكن دوت برضه بيدي له بالرجل بيطيره. وبيقوم بيقول لا 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 لا، وبيقول لكينيتشي على فكره انت هجماتك ضعيفه جدا، علشان كده هاجمني بكل قوتك. انا شكلي كده كنت هستمتع لو قتلت ميو مكانك علشان انت ضعيف جدا. فبقول له اياك انك تمد ايدك عليها وبيشيلوا بيهبطوا على الارض. ايوه اشتعل يا كينيتشي اشتعل. ايه رايك كده هتقدر انك تقوم؟ طبعا هقدر اقوم. الالم الصراخ هم دول نوعين الموسيقى اللي انا بحبهم. ده ما بيتاثرش بعد كل الضرب دوت. انت خالد ولا ايه؟ بنروح بقى عند ميو اللي بتجري ولا الحافله ديت عشان تلحق بلوكي، ولكن البنت اللي مع لوكي ديت الصديقه عماله تهجم عليها بالمسدس دوت، ولكن هي بتقدر ان هي تتفادى كل هجماتها، وفي الاخر بتوصل عندها وبتديها واحده وبتكون خلاص هتقع، ولكن هي بتمسكها. الثانيه بتضحك وبتقول لها انت صادقه فعلا، وبتهجم عليها. وعند هارو بقى اللي بيكون فعلا في المينا ومحبوس في الصندوق دوت، وبيقول حد يخرجني يا جماعه انا زهقت. ايه رايك في الصحكه اللي انت تصعقتيها دلوقتي ايتها الفتاه؟ حتى الرجال الكبار لن يستطيعون الصمود امام هذه الصاعقه. انت قدامك ربع ساعه علشان تقدر انك تتحركي، ولكن ميو غير صديقه وبتقوم. مستحيل انت ازاي بتقدر انك تتحركي كده؟ لا وكمان بتتجهزي وبتديها بنيه بتجيبها على الارض، وبتقول كل اللي عليا دلوقتي اللي انا اوقف ابو نضارات دوت اللي اسمه لوكي. بتطلع المطوه ديت يا صديقي ايه اللي كانت في شعرها، وبتفضل تضرب على الازاز عشان تكسره، ما بيتكسرش، فبتقرر ان هي تخش برجليها، وبتقدر ان هي تهزم السواق اللي بيسوق، ولكن لوكي ما كانش معاهم. انت ما اكتشفتيش اللي احنا مجرد طعم، فهي بتقول له اخرس وبتدي له العلقه تمام. وبنروح بقى لوكي اللي بيكون راكب الفسبه ديت. هينتهي دلوقتي تحالف نبتون على ايديا. كينيتشي عمال يهجم على لوكي، ولكن لوكي عمال يتفاداه وبيقول له يا ابني ما تهجم عليا بكل قوتك.
وساعتها بيسمعوا صوت السفينه بيقول له دلوقتي صديقك هارو هيتحرك، يلا هجنب كل قوتك علشان تقدر انك تهزم صديقك. هو بيحاول يتملك اعصابه وبيفتكر كلام سيساكي لما قال له اللي بيتسرح هو اللي بيخسر في فنون القتال، انت لازم تهدى. ولكن دوت فهم الموضوع غلط، بيفضل يسخن كده وبيقول انا هفطر ايه النهارده. بيقول له هتفطر ايه؟ فبيقول له اخرس، وبيروح يديله بالبنيه بيجيبه على الارض. ما كفايه استعباط، يعني هي اثرت فيك؟ فبيقول له انت معاك حق، هي ما اثرتش فيا. كينيتشي بيقول له انا فهمت دلوقتي، انا ما بقدرش الا نصيبك. طب ايه السبب؟ فهو بيقول له انا بسمح كل حركاتك، ودوت اللي بيخليني ان انا اقدر ان انا اتمكن من تفادي هجماتك والف نفسي واقدر ان انا كمان اللي اصيبك. هو دوت الهجوم الدوراني، حتى لو استخدمت خدعه قدامي مش هتقدر انك تصيبني، انت خاسر يا كينيتشي. وهو بيقول هو دلوقتي بيقدر ان هو يتوقع كل حركات، علشان كده انا لازم انا اقدم عليه واهجم عليه بتقنيه غير متوقعه. وساعتها بيفتكر التدريب اللي دربه له تويا وخلاه يحرك ايده وبيقول له انا عايزك تعمل الحركه ديت لمده 10 مرات وبعدها انا هعلمك الفنون الصينيه. فهو بيقول له الكاراتيه والفنون الصينيه والجيجيتسو ليه ده كله انت بتعلموني؟ وهل في مره هقدر ان انا اجمع الثلاثه دول في اسلوب واحد؟ فهو بيقول له يا كينيتشي انت بتتدرب عندنا وفعلا بقيت قوي، ولكن كل اللي ناقصك دلوقتي انك تنط من فوق جبل، وانت بتنط من فوق الجبل هتلاقي مين مستنيك؟ ايوه الجبابره. هو بيقول له هو انا مش المفروض اتسلق الجبل؟ فهو بيقول له التسلق انت ممكن تنزل في اي لحظه وانت بتتدرب معانا، علشان كده من المستحيل انك تقف في نص الطريق حتى لو مت وانت بتتدرب. كده يا كينيتشي انت مت بموتة يستاهلها اي مقاتل. المدرب الكبير بيجي له بيقول انا دلوقتي هحكي لك قصه عن شخص وهو بيتدرب في الجبال اتصاب باصابه خطيره، علشان كده راح الغابه وفضل يلم في شويه اعشاب كده وخلطهم كلهم مع بعض وقدر ان هو يعالج نفسه، وهو كده اخترع علاج من لا شيء. اظن انت فهمت دلوقتي ليه يا كينيتشي احنا بنعلمك 3 فنون قتاليه في نفس الوقت. بيحط ايده الاتنين على زيكو، زيك بيقول له انت فاكر انك كده هتقدر انك تصيبني؟ ده في احلامك، ده انا اللي هصيبك لما تيجي تتحرك. والهجوم الجاي دوت يا كينيتشي انا حرفيا هحط فيه كل قوتي. كينيتشي بيحرك ايده وبيفتكر كلام سيساكي لما قال له لكمات الكاراتيه بتهجم بايد والايد التانيه بتبقى ورا، وبكده انت بتهجم مباشره والهجمه دي بتكون مدمره. اما سام بقى لما قال له ايدك انت لازم تخليها مرتخيه على الاخر، وتخيل كده ان ايدك عماله تحلق في السماء. اما المعلم تويا قال له الضربات في الجيجيتسو مشتقه من تغيير مركز الثقل في الفنون المبارزه بالسيف، دوت مبدا سحق التوازن. فانت اول لما تحط كامل وزنك في السيف انت هتقدر انك تقطع اي خصم قدامك. اما شين قال له هجم بكل ما عندك على خصمك وانت هتخترق جسده لو انت كنت عايز تخترقه. في الوقت دوت كينيتشي بيقدر ان هو يهجم على زيكسيك مش مستوعب هي دي كام هجمه في بعض وبيخليه يبعد عنه. عند المدربين بقى ايه اللي بيقولوا يا كينيتشي انت قدرت انك تدمج الثلاث اساليب قتال ديت في اسلوب واحد وقدرت انك تثبت نفسك فعلا قدامنا، ولكن احنا ما رضيناش ان احنا نمدحك، علشان كده اول لما ترجع احنا هنحتفل بيك. زيك بيقولوا على فكره اللكمه دي كانت سريعه ومتوازنه وقويه جدا وهي قدرت ان هي تهزمني. وبقول هو دوت الصوت اللي انا بحبه، يا له من صوت موسيقى جميل جدا قبل ما يا صديقي ميو بتلحقه اللي خلاك تستخدم التقنيه ديت عليه، دوت عدو ما كنتش اقدر ان انا اهزمه بسهوله. فهي بتقول له خلاص انا هخلي بالي من الشخص دوت، يلا روح انت ورا لوكي. فهو بيقول لها تمام انا رايح دلوقتي. هارو انا عارف انك شخص متعفن وكائن فضائي ولكن انت برضه لسه صديقي. بيوصل عند المينا ولكن هنا الصدمه، السفينه مش موجوده، ايوه ابحرت. وعند هارو بقى اللي بيكون خلاص اتجنن وعمال يلعب مع الفيران، والاثنين اللي على السفينه دول بيروحوا عند الغرفه اللي موجود فيها هارو بيقول هو ازاي طالع منها الصوت، وساعتها بيخش جوه. ايوه صديقي بيقابلوا الكائن الفضائي وبيخافوا منه جدا وهو بيجري وراهم. وفي الوقت دوت لوكي بيجي له خبر ان زيك اتهزم، والبنت اللي وصلت له الاخبار بتقول انا كمان اتهزمت من ميو. وهو بيقول فعلا يا كينيتشي انت بقيت قوي جدا، انت فوقت كل توقعاتي. الشخص دوت بيقول الفشل في عصابه راغناروك مش مقبول. هو اسم الشخص دوت كان ايه؟ اسمه كينيتشي. كينيتشي تمام يا كينيتشي انا جاي لك. وتاني يوم كينيتشي وميو والمدربين عمالين يبصوا على اخبار على هارو ولكن مفيش اي اخبار مكتوبه عنه تماما. هما بيقولوا شكلنا كده هنبلغ الشرطه. وعند هارو بقى اللي بيكون مرمي على الجزيره ديت وبيقول هو انا فين؟ هو انا ايه اللي جابني هنا يا كينيتشي؟ احسن تستاهل صراحه انا مبسوط فيك. صديقي عنده سؤال ليك بسيط جدا، ليه ما بتفنجرش؟ اغلبيتكم بتتفرج من غير ما تشترك، فعشان كده اشترك يا صديقي واعمل لايك ويلا بينا نكمل. بتلف وبتدي بالرجل كينيتشي بالطياره وبتقول له انت كنت فاكر لما تهزم زيك هتقدر انك تهزمني؟ ده في احلامك يلا. وهو بيقول انا عديم الفايده، انا مفيش مني اي لازمه في العالم دوت. سام بيقول له انا هعلمك تقنيه تقدر انك تصد كل هجمات الخصم بتاعك، ولكن هو بيقول له حل عني انا بدون اي فايده، ميو اقوى مني بكتير. بيقول له يعني انت مش عندك اي موهبه علشان كده مهما تبذل كسرى جهدك انت مش هتقدر انك تهزم ميو صح؟ بيقول له انا كنت فاكر لما اقدر ان انا اهزم زيك هقدر حتى اللي انا جاريها مش لازم انا اهزمها، ولكن انا بدون اي فايده، انا شخص عادي تماما عمري ما اقدر
هقدر ان انا اوصل لواحده موهوبه زيها. وبيكون محبط جدا. المدربين الصديقه هيخففوا عليه، لا والله دول بيكونوا بيلعبوا مع شين. سيساكي بيلعب مع شين ولكن في الاخر بيخسر. سان يلا تعالى لعبني، فبيقول له تمام. هو كمان بيخسر وبيكون متضايق. بقول لك يا تويا انزل لي انت، مفيش غيرك هو اللي هيقدر ان هو يهزمني. وبالفعل بيلعب معاه وبيقدر ان هو يهزمه. بيقول ايه ده انا كنت هخسر انا كمان. وبيقول لهم انتوا خسرتوا مش عشان انتوا ضعف، لا كل ما في الموضوع ان شين افضل منكم بكتير. وشين بيقول لكينيتشي انا واختك كنا بنلعب مع بعض وهي على طول بتهزمني، ولكن انا فضلت اتدرب وبرضه بخسر، مفيش اي فايده. ولكن انا لو هقارنها بالناس العاديين اللي زي مثلا سيساكي وسان وتويا، انا هقدر ان انا اهزمهم علشان هم اضعف مني. فهو بيقول خلاص يا معلم سان انا عايزك دلوقتي تعلمني التقنيه اللي انت كنت قلت لي عليها. انا هفضل اتدرب عقبال لما اعجز عن الوقوف زي ما هي بتتدرب بالظبط. وبعد كده بقى بنروح عند حساب راغناروك اللي بيكونوا بيتدربوا هم كمان. والشخص اللي احنا شفناه قبل كده بيقول للتوتا انت وكل فريق خسرتوا قدام عصابه نبتون صح؟ فهي بتقول له اه. ولوكي بيقول انا ما كنتش متوقع اصلا ان زيك هيخسر قدام تحالف نبتون دوت. واودين بيقول لو انت يا كينيتشي اللي انا اعرفه يبقى انا وانت هنوفي بالوعد اللي انا وانت قطعناه مع بعض بالاشاره ديت. الشخص دوت بيهزم كل اللي موجودين في الساحه وبيقول للقبضات الثمانيه انا عايز انضم ليكم، انا هاخد مكان هاروتو. ولكن ساعتها هاروتو بيوصل في المكان وبيمسكه وبيبعدوا عنه. يعرف مامك يا الحسالة. هاروتو بيقول للوكي ما تقربش عن كينيتشي اللي هتعامل معاه. لوكي بيقول له بعد ما انا فكرت في خطه هزم بيها تحالف نبتون انت تيجي تقول لي سيب لي كينيتشي كده. فهو بيقول له خلاص. والاتنين شكلهم كده هيشدوا مع بعض. واودين بيقول له خلاص انا هسيبك تتعامل معاه، ولكن لو خسرت ما تعتبش المكان هنا تاني. ولكن يا فتى انت لو قتلته المره دي انت هتنتهي تماما. وتاني يوم بقى بنشوف كينيتشي هو واخته بيتمشوا كده وهي بتكون فرحانه جدا. اخيرا اخويا اللي انا بحبه بيخرج معايا. فهو بيقول لها تمام تمام. هي بتبص على الجاكيت دوت وهو مكمل في طريقه. وساعتها هي بتشوف يا صديقي مين بيتخانق. ايوه ناتسو الثلاث اشخاص دول ماسكينه. بيقول له ايوه المتعجرف. فهو بيقول لهم احنا بنزعج الناس تعالوا الشارع دوت وانا هوريكم اللي هيحصل فيكم. اخت كينيتشي اول لما بتلاقي الثلاثه دول متلمين على الشخص دوت فبتقرر ان هي هتروح تساعده. الشخص دوت بيقول لها العبي بعيد يا شاطره. فهي بتقول له خلاص انا اخويا هيجي يقتلك دلوقتي. ايه ده اخويا فين؟ فهو بيكون هيهجم عليها ولكن ناتسو بيتحول وبيضرب الاول في الثاني. الثالث بيحاول يعمل معاه اي حاجه ولكن بيجيبه على الارض. اخت كينيتشي بتقول له ده انت جامد جدا. بيكون هيمشي ولكن هي بتقول له انت هتسيب بنت صغيره متعوره في رجليها وهي كانت بتحاول تساعدك؟ فهو بيشيلها ويوديها عند القصر بتاعه يا معلم وبيعالج رجليها. يلا خدوا بعضكم امشي. لكن هي يا صديقي بتكون فرحانه بكبر البيت. بتقول له انت مش هتعزم على الضيف كوبايه شاي شويه بسكوت؟ فهو بيقول لها ما فيش. بتخش المطبخ بتلاقي زباله. بتفتح الثلاجه ما بتلاقيش فيها اي حاجه. فهي بتقول له خلاص انا اللي هعمل لك الاكل. بتعمله الاكل يا صديقي ما بيكونش حلو ولكن هو بياكله وبيفتكر اخته الصغيره وبتبدا تنظف له الزريبه اللي هو قاعد فيها. والاتنين بيهزروا مع بعض وفي غروب الشمس بتسيبه وبتاخد بعضها وبتمشي وبتروح تلعب مع شين اللي بتخسره من اول وجديد. شين بيقول لها ارجوك خلينا نلعب جيم كمان. فهي بتقول له تمام انا هلعب معاك وهخسرك مره تانية. كينيتشي بيقول لها يا رخمه انت رحتي فين وانا فضلت ادور عليكي؟ يعني ما ينفعش تروح البيت حد غريب. فهي بتقول له الشخص دوت كان غلبان. الغلبان قال ما تعرفش دوت مين. وكينيتشي بيفتكر ناتسو بيقول انا اول لما اقابلك المره الجايه برضه ههزمك تاني. وبنروح له بقى ايه اللي بيقول كينيتشي انت قدرت انك تهزم زيك يبقى انا هستمتع وانا بهزمك. والمعلم الاكبر بيقول للتوي على فكره الكورس اللي انت عامله دوت حرفيا جميل جدا. فهو بيقول له دي اقل حاجه عندي يلا اتدرب عدل. فهو بيقول له تمام بس خفف عني الاوزان شويه ارجوك. فهو بيقول له كمل تدريب يلا. وسام بيقول له استعمل عضلات ظهرك السفلي كي تقوي ساقك. فهو بيقول له رغم دوت ما انا بدربها ولكن انا لسه ضعيف. تمام يبقى انت لازم تبذل قصارى جهدك 2000 مره. انا كده مش هقدر ان انا اتحرك. انت مش فاكر الوعد اللي انت قطعته انك قلت انك هتفضل تتدرب عقبال لما تعجز عن الحرك؟ يا ريته كان اتقطع من لابليبو قبل ما اتكلم. ساعتها في حد بيخبط على الدوج وبيقول لهم انا جاي هنا علشان اخد تحدي ضدكم. سام بيقول له تمام انا جاي لك دلوقتي. الاتنين بيقفوا قدام بعض والشخص ده بيقول له ما تستخفش بيا انا قوي جدا. فبيقول له تمام انا خصمك يلا طلع كل اللي عندك. فبيقول له تمام مش هتسهل معاك وبيبدا يهجم عليه ولكن دوت بيختفي وبيدوا له واحده في الثانيه في الثالثه. القضيه بيطير وبيكسر بالحيطه وبيجي في كينيتشي الغلبان وبيكسر الاداء اللي توي عملها. هو بيقول اخيرا اتدمرت ولكن هو بيقول له ما تفرحش قوي كده انت اول لما تيجي بكره هتلاقي واحده زيها موجوده. هو يا صديقي بيتضايق وبياخد بعضه ويروح للبيت بتاعه. واول لما بيروح للبيت ابوه وامه واخته بيكونوا فرحانين جدا بيه. بيطلع للاوضه بتاعته بيقول انا اخيرا هرتاح. وعندهم بقى هناك اللي بيقولوا كينيتشي خد بعضه وهرب. شكلنا كده اللي احنا في الفتره الاخيره بندوس عليه علشان كده هو عايز يستريح ومحدش مننا هيروح يرجعه. هو اكيد هيرجع من نفسه. وتاني يوم بتروح عند ناتسو بتقول انا هنضف لك البيت ولكن بتكسر يا صديقي الحاجات اللي موجوده هناك. انا ما طلبتش منك انك تنضفي حاجه
اقعدي وانت ساكته، يا اما تاخدي بعضك وتغوري في داهيه، ولا اقول لك امشي دلوقتي عشان اروح اتدرب. فهي بتقول له انا هقعد معاك بعيون القط ديت يا صديقي، وبتقول له صح، انت ايه اللي بيخليك تتدرب؟ انا بتدرب علشان الاشخاص اللي يتنمروا عليا انا هقتلهم. فهي بتضحك عليه وهو بيقول انت بنت صغيره مش هتعرفي يعني ايه حاجه اسمها ذل وجوع. وهو بيفتكر يا صديقي لما الشخص دوت تبناه وقال له انا هعالج اختك، ولكن مقابل دوت انا هتبناك وهعرفك كل حاجه عن شغلي وهسلمك كل حاجه، ولكن انت لو خذلتني انا هتبرع عنكم انتوا الاتنين. وفي الوقت دوت لوكي بيوصل للمكان وبيقول له انا اللي هتكفل بكينيتشي، وده جاي امر من القبضه الكبيره. فهو بيكون متضايق جدا. اخته طبعا بتتضايق وبتقول مين اللي هيقرب عن اخويا كينيتشي؟ انا اللي هيقرب عن اخويا كينيتشي انا هفلقه. ايه ده، هو انت اختي كينيتشي؟ انت فعلا خبيث يا ناتسو. هو بيقول انت فعلا اخته. وفي المدرسه بقى بنشوف الاربعه وهم موجودين، وهارو اخيرا رجع من الجزيره اللي هو كان فيها. كينيتشي بيقول لتاكادا وتسوباكي انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ فتسوباكي بيقول له انا ما كانش ورايا اي حاجه، او بصراحه هارو كلب عقل حلاوه قال لي انت القائد، احنا العبيد ليك يا تسوباكي سما، انت لازما تهزم الشر وانا زي العبيد جيت. ونفس النظام دوت حصل مع تاكادا. هارو بيقول لهم سيبكم من الهبل اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه، انا مجمعكم هنا اصلا علشان موضوع هام جدا. اول حاجه انا جمعت شويه معلومات عن الشخص دوت اللي رجع اللي هو اسمه هاروتو او ناتسو ايهما اقرب يعني، وسمعت بعض الاشاعات كده ان هو كان بيتدرب تدريب مكثف جدا، وعلى الارجح سوف يفتعل المزيد من المعارك الجانحه كتحميه قبل ان ياتي لك يا كينيتشي. بيقول انا لازم اهزمه. تسوباكي بيقول له انت خايف ولا ايه؟ لا ده انت اكيد هتقدر انك تهزمه، ده انت كينيتشي سما. هارو بيكون قاعد بيعمل يا صديقي بيصمم لوجو لنفسه. فهم بيفضلوا يضربوا فيه، وساعتها في رساله بتوصل على الجهاز وهو بيقوم على طول يفتحها، والرساله دي بتكون من مين؟ ايوه لوكي اللي بيقول لكينيتشي انت لازم تجي لي عندي كينيسا الساعه 9 وتيجي لوحدك، ولو انت ما جيتش يبقى انسى امر اختك بالكامل. هو بيتضايق على طول وهو بينطلق، وتاكادا وتسوباكي وراه على طول. ميو بتشوف كينيتشي وهو بيجري كده وبتقول له تعالى نرجع لبيته، لكن هو بيطنشها. وتسوباكي بيقول لها عصابه راغناروك خطفوا اخت كينيتشي علشان كده هو رايح لهم دلوقتي. وسيساكي وتاي هما الاثنين بيكونوا فرحانين علشان قدروا ان هم يهزموا شين، والاثنين بيتكلموا كده ساعتها وبيشوفوا كينيتشي وهو بيجري كده. تويا بيقول ايه ده في ريحه عراك، انا شكلي كده هروح وراك. ايه ده انت عايز تروح؟ يلا انا وانت نروح. والاثنين بينطلقوا باقصى ما عندهم. اما بقى تسوباكي وتاكادا بيكونوا ورا كينيتشي، ولكن كينيتشي بعيد عنهم تماما. وتسوباكي بيقول انا متعود على الجري ولكن انا مش قادر اجريك يا كينيتشي. طبعا ما هو بيتدرب مع العناتيل دول، انت عايزه يكون عامل ازاي يعني؟ وعند لوكي بقى وهاروتو اللي بيكونوا مكتفين اخت كينيتشي. هاروتو اول لما بيشوف ان هي صديقه تعيط فبيروح يمسك في لوكي. لوكي بيقول له بعد ايدك ده امر من القبضه فبيسيبه. لوكي بيقول له على فكره انت قدمت لي فعلا هديه جميله جدا لما جبت لي اخت كينيتشي لغايه عندي، وكمكافاه ليك هسيبك تقاتل كينيتشي على الرغم انك اصلا ما قدامكش اي فرصه انك تفوز عليه، وانت مدين بحياتك للقبضه المقدسه صح؟ انا بتلقى منه الاوامر مباشره، علشان كده انا لما اقول لك اعمل حاجه انت لازم تعملها وانت ساكت. كينيتشي بيوصل عند الكنيسه وبيكسر الباب وبيلاقي هاروتو قدامه. بيقول له انت اللي خدت اختي صح، هي فين؟ ديت اول مره اكره حد فيها للدرجه ديت، انت لو لمست شعره واحده بس منها انت هتموت على ايديا. وسيساكي بقى اللي وصل في المكان قبل ما المباراه تبدا وبيقول له يلا تعالى لي. الغضب هو اللي بيخليك قوي، وانا اتعلمت دوت من سو. هو قال لي اللي ما يعجبكش استخدم فنون القتال واقتله. والاتنين بيتحركوا في نفس اللحظه وبيهجموا على بعض وبيتصدوا الهجمات بعضهم. وتاكادا وهارو وتسوباكي وميو هم الاربعه دلوقتي بينطلقوا علشان يوصلوا. قبل ما حاجه تحصل هم بيجروا كده ساعتها لوكي بيظهر لهم. انا اسف ولكن انا مش هخليكم تتحركوا. بيطرقع بايديه وفي اكتر من واحد شبهه بيخرج من المكان. قال لا ده ازاي كده 7 نسخ من لوكي ازاي؟ ولكن لا في واحد على اليسار مش شبهه تماما. ما تهتموش بالتفاصيل، يلا استعدوا. هارو بيبدا ان هو يتحرك بحركات سريعه جدا. تسوباكي بيقولوا ايه ده انت اتعلمت فنون القتال ولا ايه؟ ولكن دوت يا صديقي بيفتح ايه سبرنت بس بالعكس. الاول بيهجم على تاكادا ولكن بيديله بناء بيطيره.